السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو عايزة كده تبدأي تنظيفات الشقة يلا كده ابدأي معايا بالخطوات اللي مكتوبة كده ان شاء الله، وهنعمل مع بعض في الفيديو خلطة سحرية لتنظيف الحوائط وتنظيف الأبواب والدواليب وطبعا السجاد والأنتريه. كل ده ان شاء الله هقولك عليه في الفيديو، بس تابعيني لآخر الفيديو ونبدأ ونقول بسم الله كده. وكل حاجة كده معايا ورقة وقلم، وهنشوف عندنا كام حاجة هنحب ان احنا نبدأ في تنظيفتهم. وأول حاجة معانا طبعا هنبدأ بيها، هنبدأ نخلع كل حاجة موجودة عندنا. هنخلع الستاير وهنشيل المفارش وهنشيل السجاد، ولو في كفرات للأنتريه أو للسراير أو في مفارش للنيش، مفارش للدولاب، أي مفارش موجودة عندك للترابيزات للسفرة، حاطة فوق الغسالة، حاطة فوق التلاجة، أي مفارش فوق التسريحة، أي مفارش موجودة عندك هتبدأي تلميها كده عشان هنبدأ نغسلها بإذن الله. تاني خطوة هتعمليها ان انتي هتنضفي البلكونة. اول حاجة هنبدأ بيها البلكونة. ايوه، اول حاجة هننضفها البلكونة. هننضف البلكونة ونكنسها ونمسحها، ولو عندك كده سجادة بتحطيها في البلكونة حطيها، وطبعا لو في اي اتربة تشيليها وخلاص كده يبقى انتي نضفتي البلكونة من سواء كنس، مسح، حيطان، شباك في البلكونة، باب. هتخلصي على البلكونة اول حاجة، لان احنا طبعا هنبدأ غسل الستاير وغسل السجاد، عايزين نفرش كده الحاجات في البلكونة تنشف على نظافة. طبعا بعد ما خلصنا البلكونة، أثناء ما احنا بنبقى شغالين في البلكونة هنشغل الغسالة نحط فيها الستاير، وطبعا حبة حبة وتبقى الغسالة شغالة معانا هنطلع بقى كل الحاجات والمفارش والحاجات اللي احنا شلناها والستاير والكفرات، هنبدأ نغسلها إلا السجاد لسه هيجي وقته دلوقتي. فطبعا بعد ما خلصنا البلكونة وفرشناها وبدأت الغسالة تطلع لنا، ننشر الستاير كده على نظافة والمفارش طبعا ونسيبهم طبعا عشان الستاير والمفارش ياخدوا كده من الشمس. وما ننساش نحط معطر اثناء ما احنا بنغسل الحاجات دي، عشان تبقى طبعا لما تفرشي المفارش والسجاد مرة كمان يبقى الشقة كده ريحتها جميلة بإذن الله. طيب احنا كده خلصنا الستاير وخلصنا الكفرات والحاجات دي طبعا، وهنبدأ نستعد ان احنا نكنس الشقة ونستغنى عن كل ما هو غير مستعمل. عندك كراتين، عندك ازايز بلاستيك، عندك لبس مش بتلبسوه، عندك شوزات، كوتشيهات، شنط، اي حاجة موجودة عندك مش محتاجاها طلعيها كده واستغني عنها، وتبدأي ترتبي الدواليب. تاني خطوة طبعا ترتيب الدواليب، وهنتخلص من كل الحاجات اللي احنا مش بنستعملها زي ما احنا اتفقنا. هنيجي لتالت يوم بقى، تالت يوم هنغسل السجاد. طبعا احنا اخدنا اول يوم في الستاير والكنس وتنظيف الكراكيب، فتاني يوم بقى هنغسل السجاد بتاعنا ونحطه. طبعا الستاير نشفت هنشيل الستاير جوه الدولاب اللي احنا رتبناه ونحط مكانه السجاد اللي اتغسل. طبعا خلصنا السجاد يبقى مش هنحتاج الحمام، مش هنعمل فيه اي حاجة تاني، فنروح نغسله كده بعد ما نغسل السجاد وننضفه ونلمعه ويبقى تمام التمام. يبقى احنا كده خلصنا من البلكونة والتواليت مع بعض والسجاد والستاير وكل المفروشات بتاعتنا. طيب السجاد بتاعنا هياخد يوم طبعا عقبال ما ينشف. اليوم ده هنقعد ساكتين فيه؟ لا، عندنا حوائط، عندنا ابواب، عندنا الدواليب من بره، عندنا طبعا السراير، كل ما هو خشب هنبدا نعمل الخلطه بتاعتنا ان شاء الله. ونبدا كده طبعا كل طفل ليه الدولاب بتاعه، ممكن تخليه يساعدك كده وتديله خلطه وفوطه او قماشه ويبدا يمسح الدولاب من بره التسريحه، وانت برضو تعملي كده حبه حوائط حبه الحاجات. يبقى انت كده قضيتي اليوم التاني في غسل الحوائط والابواب والحاجات دي، مش هتاخد منك وقت. لو في عندك وقت هنكمل بقى غسل الركنة او غسل الانتريه. طبعا الاطفال بتساعدنا، لازم يتعلموا ان هم يعاونونا باذن الله، حتى ولو حاجة بسيطة ان هم يمسحوا الدولاب بتاعهم من بره بالخلطة السحرية بتاعتنا اللي هنعملها مع بعض. لو اتبقى باقي اليوم هنعمل معاهم المطبخ. لو انت حابة تعملي خلاص اليوم اللي بعد السجاد الحوائط والابواب مش قادرة تعملي الانتريه والركنة معاهم، خلاص يبقى نخلي الانتريه والركنة مع المطبخ. طبعا المطبخ بيبقى فيه حاجات كتيرة، بوتاجاز، بيبقى فيه المطبخ نفسه، والترتيبات هنعملها ان شاء الله. وتبقى انت كده خلصتي البيت
كله بإذن الله. وغسلنا البوتاجاز وغسلنا المطبخ، وهننزل بقى على السلم هننضفه ونهلسه ونخليه تمام التمام. بعد ما نخلص كل ده، تالت يوم بقى او رابع يوم زي ما انت حاسبه معايا، هتبدأي كده تمسكي اوضه تكنسيها وتمسحيها وتفرشيها وتعلقي الستاير وتقفليها وتحطي معطر كده وتفرشي السجاده، ويبقى انت كده خلصتي الحاجات بتاعتك. تمسكي اهم حاجه اوضه وتخلصيها وتقفليها، من فرش، من ستاير، من سجاد، من مسح، من معطر، كل حاجه ما تسيبيش فيها اي حاجه، وتبقى انت كده خلصتي الشقه ان شاء الله في وقت قياسي. وفي نفس الوقت ما عملتيش كل حاجه في يوم واحد، عملنا يوم للستاير والبلكونه، ويوم للسجاد والتواليت، ويوم تاني الحوائط والابواب وغسل الانتريه، ويوم طبعا لو مش مقضي معاك هتعملي المطبخ او تخلي المطبخ يوم لوحده. وطبعا اخر يوم اللي هو يبقى فيه نمسح ونفرش ونعطر كده الشقة ونستعد للدراسة ونستعد للشتاء بإذن الله. وطبعا البطاطين هنستنى عليها شوية، مش هنعملها دلوقتي، هنعملها قبل الشتاء بشوية كده عشان يبقى ريحة المعطر لسه فايح في البطانية ان شاء الله. فخليكي معايا لاخر الفيديو، وباذن الله كده هنشوف الخلطات اللي انا هستعملها معانا، وحاجات ما نستغناش عنها، وحاجات سعرها على قد الايد. زي ما انتم شايفين هنا انا بستعمل في التنظيفات بتاعتي حاجات عادية جدا وحاجات اسعارها على قد الايد. عندنا هنا الكلور الابيض ما نستغناش عنه، والدوني ده معطر كده، لو مش مقدرتك ان انت تشتري دوني ممكن تشتري اي نوع تاني. وعندنا طبعا الكلوركس الالوان، وعندنا البريل ده شيء اساسي، البريل بنستعمله في حاجات كتيرة وخلطات كتيرة. هقولك ان شاء الله كده ايه هنحطه على ايه ونغسل بيه الحيطان باذن الله. وعندنا طبعا لو انت عندك معطر، المعطر ده جميل انت تستعمليه في المسح بميه، تحطي حبه كده في الميه وحبه مع الدوني، هتطلع لك ريحه الشقه تحفه ان شاء الله. وممكن تحطي المعطر ده جوه ازازه كده رش كده، وتبداي ترشي على الستاير بعد ما تعلقيها، وهيديكي ريحه جميله للشقه باذن الله. طبعا انا كنت هنا بقول لكم لو احنا نغسل الحيطان نغسل الابواب، هنحط الكلور الابيض مع الدوني مع البريل ونحطهم في حبه ميه كده. ولو حابه تعطري الحيطان هتحطي معطر برضو معاهم عشان ريحه الشقه كلها تبقى مفحفحه كده، ريحه نظافه باذن الله. هنحط الحاجات دي مع بعض ونغسل بيهم الحوائط والخشب. طيب لو احنا عايزين نغسل السجاد او الانتريه، هنبدل الكلور الابيض هنحط كلوركس الوان. طبعا اهم حاجه اللي ما نحطش كلور كتير عشان الحاجه ما تجربش منك واللون بتاعها يضيع، فيدوب هنحط حبه صغيرين على حبه ميه كده وحبه بريل. وطبعا المعطرات اللي بتخلي ريحه الحاجه حلوه، ريحه الانتريه يبقى جميل. طبعا هنغسل الانتريه قبلها بيوم عشان عقبال ما نيجي تاني يوم نمسح ونفرش تبقى الانتريه بتاعك نشف، وتبداي تحطي عليه المفارش بتاعتك براحتك. طبعا هنا كنت بقول لكم ان السفنجة دي بظهرها كده تبدأي تغسلي الانتريه بتاعك، او حبة عندك فرشة تكون طرية كده ما تبوظلكيش الانتريه، او فوطة ناشفة شوية تمسحي بيها. لو عندك فوطة تانية برضو احنا اتفقنا الفوطة تمسحي بيها الحوائط، والسفنجة دي الظهر بتاعها خشن شوية هننضف بيها الانتريه او الركنة بإذن الله. او عندك حاجة كابوتينيه يبقى الخلطة دي ان شاء الله هتنفعك كده في التنظيفات، وحاجات كلها على قد الايد وهتقعد معاكي فترة طويلة بإذن الله، تعملي منهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. مش هنشتري ازازة صغيرة وتخلص ما تكفيش مرة كمان او حاجة. طبعا انا كنت هنا بوريلكم الفلاش ده شيء اساسي، لو انت عندك الحوض بتاع المطبخ مسدود حطي حبة من الفلاش ده وغطي الفتحة بتاعة الحوض، هتلاقيه فور لك اي دهون جوه الحوض باذن الله، ومش هتستغني عنه ابدا باذن الله. الفلاش زي ما انتم عارفين مهم جدا، وممكن تعملي بيه الحمام التواليت، وتحطي حبة كده معطر من المعطر ده في التواليت عشان طبعا ريحة الفلاش ريحة قوية. انا هنا كنت بوريلكم المعطر ده بريحة الخوخ، بيبقى ريحته جميلة وهادية كده، ما بتبقاش ريحة تكتم على النفس كده ولا حاجة.
أنا هنا كنت باوريكم الفلاش بيفور لنا الأرضيات، وده بيفور لنا كده التواليت. ممكن تحطوا الاتنين مع بعض وتغطي القاعدة بتاعة التواليت وتسيبيهم كده مع بعض حبة وتقفلي عليهم وبعدين بالفرشة وتعمليها. لو مش موجودين عندك الحاجتين دول هنستغنى عنهم ونحط حبة كلور أبيض مع حبة بريل في القاعدة بتاعة الحمام ونسيبهم شوية ونبدأ نغسل التواليت كده بإذن الله. طبعا مش هنسى معانا اللهلوبة دي، أنا بحب أغسل بيها الحوض الستانلس بتاع المطبخ، أغسل بيها البوتاجاز الستانلس بتاع المطبخ. أي حاجة موجودة عندك فيها دهون اللهلوبة دي الصراحة خطيرة في الغسل بتاع البوتاجاز، غسل الحوض الستانلس. وبقالها معايا فترة طويلة ما خلصتش. أنا كنت شارياها من سنة أو سنتين، كانت عاملة 35 جنيه، دلوقتي طبعا بقت بسعر غالي، بس هي مش بتخلص معاكي بسرعة، بتاخد معاكي فترة طويلة. فكل التنظيفات دي اللي موجودة عندنا مش هتكلفك حاجة إن شاء الله، هتجمعيهم كده يفضلوا موجودين معاكي فترة طويلة. أنا كنت بستعمل الجنرال ده، بحطه في المسح مع بعض، الجنرال والمعطر ده. لو مش موجودين عندك كنت بقولك هنا ممكن تستعملي المعطر، تحطي في المية ويبقى خلطة سريعة وسهلة، وإن شاء الله مش هياخد منك وقت ولا مجهود أثناء التنظيفات. هنا أنا كنت بوريلكم الخلطة اللي هعملها، ووريلكم البقع بتاعة الأبواب. طبعا الأطفال بيوسخوا الأبواب، بيوسخوا أي حاجة يحطوا عليهم إيديهم، الحوائط. فهنبدأ بخلطة الحوائط والأبواب أو الدواليب، كل ما هو خشب وحيطان هنستعملها إن شاء الله. هنا زي ما انتم شايفين ده للمفارش، قصدي للأنتريه أو الركنة والسجاد. أنا هنا كنت بقول لكم ادي الثلاث حاجات الأساسيين اللي هنبدأ تنظيفات بيهم. طبعا هنبدأ نغسل كده، نحط حبة بريل، حبة دوني، حبة كلور أبيض عشان نغسل الحوائط بتاعتنا. هتشوفي ازاي البقعة هتطلع بسرعة، والدواليب هتبدأي تخلطيهم التلاتة مع بعض كده مع حبة مية محترمين. وما عندك قماشة، عندك فوطة، نبدأ نستعملها. مش هتحتاجي سلكة ولا تحتاجي فرشة ولا تحتاجي أي مجهود إن شاء الله، مجرد حبة الكلور دول هينضفولك الحوائط وحاجة. أنا هنا مش بحب استعمل فوطة، بحب استعمل قماشة من القطيفة بتجليلك الحيطة جلي، بتخليها نظيفة كده وتنور، وفي نفس الوقت الأتربة ما بتلزقش في القماشة القطيفة. هنبدأ هنا نحط حبة من الكلور وحبة من البريل. طبعا ده بريل مركز، لو البريل عندك مش مركز يبقى هتكتري الكمية. طبعا الطبق أول ما تلاقي اللون بتاعه اتغير هنغيره ونغير المية ونحط خلطة جديدة بإذن الله. هتقولوا ليه الدوني أنا بحب أحطه كده عشان يطلع لنا ريحة تحفة. لو مش موجود عندك دوني وعندك أي معطر، هنا كان عندي مسك ده ريحته برضو خطيرة، حطي. أنا عايزة البيت بتاعك يفحفح روايح كده، يبقى الريحة خطيرة كده، أول ما تفتحي الباب كده يبقى ريحة جميلة بإذن الله. طبعا لو احنا هنغسل السجاد والأنتريه زي ما اتفقنا، يبقى نحط الكلوركس ألوان والبريل وحبة من الدوني أو حبة من المعطر ونغسل بيهم كده. وطبعا هنحط معاهم حبة اريال للسجاد. اما الانتريه مش هنحط معاهم في الخلطة اريال. زي ما انتم شايفين هنا حبة صوابع الاطفال بتبقى معلمة على الابواب كده، مجرد ما حطيتها في المية وبدأت امسح مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، هتلاقي الباب بتاعك بدأ ينور زي ما انت شايفة كده. انا حبيت اوريلكم كده تجربة قدامكم الباب قد ايه نور وبقى بيلمع. الحته اللي احنا مسحناها هنبدا نمسح باقي الباب ان شاء الله كده بمنتهى السهوله. وجربي الوصفات، ولو عجبتك الخلطه والوصفات والترتيبات والتنظيمات، يلا كده استنوني في فيديو جديد. وما تنسينيش كده باشتراك ولايك، وخدي فكره واطبخي بكره. وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، وكل سنه وانتم طيبين.